منظمه عندها شخصيه في الملعب مع جهاز فني على مستوى كابتن حسن شحاته، فبالتاكيد الفوز عليها وفي المرحله دي تحديدا يعني مهم جدا يعني. يعني لاول مره نرى منذ مباريات عديده ان الاهلي بينهي الشوط الاول وهو متقدم. الكرة فيها كتير جدا 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 يعني. انا طبعا في اوقات كتير قوي لما تجيب جون بدري ده بيريحك، ده مهم قوي ان يبقى ده واصل للناس. لكن في المباريات الكبيره المباريات بتتاخد فيها على اجزاء مش على كل الفتره، او الفتره اللي انت بتبقى مسيطر فيها واللي انت مستحوذ فيها واللي انت تقدر تعمل فرص او تخلق فرص بالنسبه لك وتقدر تسجل، هو ده الوقت المثالي بالنسبه لك يعني. لكن المباريات الكبيره بالتاكيد انت بتهاجم وهو بيهاجم، فاللي يقدر يسجل او اللي يقدر يستغل ده مهم جدا. ففرقه بتروجيت من الفرق المحترمه في الدوري واللي عندها زي ما قلت شخصيه، واحده من المباريات سعيد جدا بالفوز عليها لان هي واحده من المحطات الصعبه يعني. كابتن سيد، اهم المكاسب اللي خرجتم بيها النهارده من اللقاء او من الفوز الهام والغالي على بتروجيت؟ الفوز نفسه ده مكسب كبير جدا. يعني برضه الدفع برامي ربيع النهارده واحد من المكاسب الكويسه يعني. طبعا اكتر حاجه مضايقانا النهارده طبعا هي اصابه حجازي، وان كانت التشخيص المبدئي ان شاء الله الرحمن باذن الله ما يكونش حاجه كبيره يعني، اللي هي ممكن تبقى شد ولا حاجه في العضله الضمه، لسه هنشوف التشخيص النهائي. لكن التشخيص بيقول مبدئيا يعني ان شاء الله الرحمن باذن الله ما تكونش حاجه كبيره يعني. علي معلول هيستمر في الاهلي ولا الجهاز الفني هيوافق على رحيله؟ يعني الناس بتجتهد كتير جدا 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 وبنقول كلام وبعد كده الكلام بيتغير. مش هنغيره احنا يا جماعه. احنا جايبين علي معلول عشان يساعدنا وقدم مباراه كويسه جدا وكان واحد من العناصر المهمه جدا في الفرقه، واحنا جايبينه عشان بطوله الدوري وافريقيا وكاس مصر وكل البطولات اللي بنشارك فيها. لكن هي قاعده يعني يعني عنوان كده لازم كلنا ناخده، او لازم كلنا نبقى في عين الاعتبار. لو جالك اي رقم كبير جدا لاي لاعب، اي رقم كبير جدا جدا، لو جالك رقم يعني ما تقدرش تقف قصاده يعني بالتاكيد هتبدا تفكر يعني. لكن علي معلول واحد من العناصر المهمه جدا 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 في التيم يعني. المباراه الثانيه يسجل كولوبالي 3 اهداف، شايف معدل التهديف الكولوبالي وتقييمك لمستوى كولوبالي؟ زي ما انا قلت يعني قبل كده وكلنا اتفقنا على ده، احنا جايبينه يساعدنا وان شاء الله الرحمن باذن الله ويوم عن يوم بياخد ثقه كويسه. النهارده واحد جايب جول كويس قوي وصعب قوي على فكره يعني. صعب مش ان هو انفراد ولا حاجه، صعب في اللي هو ياخد القرار ده بالسنس اللي هو حط بيها الكوره. يا رب ان شاء الله جدا يعني بتساعدنا في تقييم الامر او تقييم المرحله. لكن تغيير النظام في البطوله الافريقيه هنبدا نعدل بند او 2 في اللائحه يعني ايه عشان يتناسب مع النظام الجديد في البطوله الافريقيه. كابتن سيد الله يبارك فيك. اذا ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ.